مساء الخير. النهارده هنعمل فطير صيامي بدون فرن في الطاسة، بجد طالع تحفة في منتهى السهولة وهيعجبك جدا. شايفة عامل ازاي؟ بجد طالع جميل جدا، هيعجبك. اتمنى تضغطي لايك للفيديو علشان يروح لكتير من المتابعين، وتعملي اشتراك وتفعلي الجرس على الكل. دول معايا نص كيلو من الدقيق، نخلتهم وهبدأ طبعا افضيهم في طبق كبير عشان اعرف اعجن كويس. وهبدأ أضيف عليهم ربع معلقة ملح. كمان في صندوق الوصف هتلاقوا المقادير بالكوباية. ببدأ أقلب كده الملح مع الدقيق، ومعايا كوب وربع من المية. أنا ضفت الكوب كده مية عادية خالص من الحنفية، وده ربع كوب هكمل بيه العجن. ببدأ أعجن كده بكوب المية الأول، ولو احتجت مية طبعا هضيف. طبعا أنا خدت شوية مية، بصوا خدت من الكوباية شوية، وهي العجينة بصوا بوريكم بس ان انا خدت شوية، يعني خدت كوب وربع. ببدأ كده اعجن فيها، وزي ما انتم شايفين ايه، اول ما بتلم تكون خلعة من الطبق ببدأ خلاص هي اتعجنت معايا كويس، الفها كده كويس. وهبدأ اجيب دهنة من الزيت وادهن وشها كده، وهبدأ اغطيها اسيبها ترتاح من ربع لتلت ساعة. جبت صينية بقى عشان اشتغل فيها. بعد ما العجينة ارتاحت بضيف رشة الدقيق، وهبدأ كده افضيها. وهبدأ ايه اجيب عود بس هستخدمه في ايه، هفردها كده فردتين تلاتة، وهتشوفوا دلوقتي فرد بطريقة تحفة هتعجبكم. يعني ايه، بصوا كده الاول كده بالعود، اول حاجة بس كده في الاول. طبعا الكم بتاعي جه عليه دقيق. ببدأ كده ايه، بفرد كده برضو ايه، انا كده وكده يعني فردتها مستطيلة، وبعد كده عكست عشان اعملها المربع. وابدأ ايه، بصوا ده الفرد بقى، بصوا يعني مفيش اسهل من كده. بصي طول ما العجينة مرتاحة معاكي بتتعمل بكل سهولة. بصوا كده شلت العود خالص، ملهوش لازمة بقى خلاص. بقى انا هوريكم التكملة، بس تابع بس الفيديو للاخر عشان هتطلعها حاجة حلوة قوي. بصوا بمشيها كده على الصينية بكل سهولة، بتتفرد معايا يعني. بصوا طول ما العجينة مرتاحة، بصوا بتتشد كده بايدك. بصوا لفيت الصينية وبرضو من كل النواحي بشدها كده بايدي. طبعا لسه هقطعها الاجزاء، هتشوفوا دلوقتي، بس تابع الفيديو اهم حاجه ما تتسرعيش معايا. بقى ايه، انا هعمل بجبنه بالسمنه نباتي جنه 100%. زي ما انتم شايفين كده السمنه دي نباتي، فانا هستخدمها. وكمان هي حلوه خالص، يعني ايه حلوه، انا هستخدمها. ببدا اخد كده معلقه، بصوا ما تسيحيش السمنه ولا حاجه، بتاخدي كده من العلبه على طول. انا باخد من العلبه على طول وادهن. بصوا باخد من العلبه وهدهن. كل طبعا العجينه هدهنها بالشكل ده، كلها اعملها كده. بصوا انا عملتها كلها حتى الاطرف ايه، زي ما قلت لكم كده دهنتها كلها، دهنتها. هو ده التوريق، مش هعمل حاجه تاني. بس ايه، بصوا هبدا الفها. بصوا هبدا الفها كده رول، كلها كده كل العجينه الفها رول. هتتلف معاكي بكل سهوله، ما تقلقيش، عشان احنا حاطين رشه الدقيق، ما تقلقيش خالص. واحده واحده كده هلفها كلها. بصوا كلها هتتلف بنفس ايه النظام. بصوا طبعا لسه لسه الدقيق على الكم بتاع البلوزه لاني ما خدتش بالي. المهم بعد ما لفتها ببدا اقطعها كده بالنص. كل اللفه دي هي دي التوريق. بصوا ده توريق الفطيره، بقطعها كده القطع عشان كل قطعه من دول هتبقى فطيره. بصوا كل قطعه من دول فطيره. ودي بس ايه، هخليها كده جنب بعض، يعني ايه عشان ايه طويله، هخليها كده فطيره كبيره. اعملي احجام براحتك، صغيره كبيره زي حسب القطعه اللي هتقطعيها. وهغطيهم يرتاحوا بقى 10 دقايق، وهرجع لكم بعد 10 دقايق. بقى بدأت أعمل إيه، أجيب كده بصوا القطع وافردها بإيديا بس كده.
واقوم حاطه في الوسط دهنه خفيفه خالص برضو من السمنه النباتي، وابدا اقفلها كده. بس دي كده خلاص بقت الفطيره. هقول لكم لسه تكمله بسيطه خالص. بصوا الكوره دي بقت الفطيره. هبدا اغطيها اسيبها ترتاح. برضو هعمل واحده كمان معاكم. هبدا اخد القطعه اهي، هي متورقه ومحطوط في قلبها السمنه النباتي، وايه هكمل. طبعا انا عارفه في ناس هتقول لي بحب استخدم الزيت، استخدمه براحتك، بس انا اي حاجه مكتوب عليها يعني ايه نباتي خلاص ببقى مرتاحه لها. مادام نباتي خلاص. ببدا كده اقفلها نفس النظام، بحطه في الوسط وايه والفها كده. كل الكميه هعملها بنفس النظام واغطيهم يرتاحوا. بعد ما يرتاحوا على طول بقى طاسه على النار سخنه، وايه مش سخنه سخنه، وبعد كده بخلي النار المتوسطه عشان بس ايه بتسخنيها، وبعد كده تخلي النار المتوسطه، وبفرد كده على طول فيها الدايره الكره اللي انا عملتها بفردها كده. دي بقى الفطيره بتاعتنا هغطيها. هجيب غطا واغطيها كده ايه على نار متوسطه، بتقعد معاكي دقايق كده وتشيلي. بصي الفطيره اتنفخت معاكي ازاي، بجد طريقة تحفة. وأول ما تتشمع كده الفطير هتبدأي تقلبي. طبعا هي هتفش النفخة وهتبدأ بقى ايه تقلبيها وتستوي معاكي كده. بصوا تاخدوا اللون الحلو ده. أول ما الفطيرة تتشمع أنا هعمل كمان معاكم برضو، هسوي معاكم عشان بس ايه تبقوا شايفين كل حاجة. أنا كده بديها لون حلو. هسوي قدامكم كمان حاجة. بصوا دي واحدة كمان بس عشان ايه تاخدوا بالكم في التسوية. النار الطاسة بتكون سخنة، النار تكون متوسطة، وابدا ايه افرد كده الفطيره بايديا. باخدها افردها في الطاسه علشان ايه على طول الطاسه مدهونه، فبتفردها على طول في الطاسه. الطاسه دي مدهونه إيه برضو يا سمنه نباتي يا زيت زي ما انت حابه. وهبدا اغطيها لما الفطيره تتشمع. ببدا ايه اشيل الغطا. شايفين الفطيره اتشمعت كده ازاي، يعني ما عادش دقيق. ببدا بقى اقلبها وهرجع اقلبها تاني. شايفين بتتنفخ ازاي، بصوا. وهبدا بقى افضل اقلب فيها لما تاخد لون حلو. بصوا كده خلاص الفطيرة. شايفين حتى اتفكت كده ازاي، توريقات باينة فيها. شايفين دي تكملة بقى كل فطير. هكمل كل الفطير. بص انا حابة اوريكم. شايفين طلع بجد تحفة. كل تكملة الفطير هعملها بنفس النظام. هغطي والكمية كلها هعملها كده لما اخلصه. بصوا بقى بجد طالع ايه تحفة، طري. إيه توريقاته جميلة جدا. اتمنى تجربيه. هو سهل وبسيط خالص بجد، لو عملتيه هتعمليه على طول.